في بعض القصص الرعب الحقيقي مش بيكون في الأشباح ولا في الأصوات الغريبة، لكن في حاجة تانية أخطر بكتير. الرعب الحقيقي إنك تشوف حاجة قدامك بعينيك وما تلاقيش ليها تفسير. القصة دي حصلت بالفعل، مش خيال ومش أسطورة. قصة بنت عادية جدا سافرت رحلة بسيطة وانتهت بلغز حير العالم كله. في بداية سنة 2013 كان في بنت عندها 21 سنة، طالبة جامعية ذكية هادية وتحب السفر والاستكشاف. قررت تاخد أجازة قصيرة لوحدها، رحلة استجمام تغير فيها جو وتجرب إحساس الاستقلال. سافرت لمدينة كبيرة جدا، مدينة مزدحمة مليانة ناس ومليانة قصص. حجزت في فندق قديم مشهور إنه رخيص وموقعه في وسط المدينة. الفندق من بره كان شكله عادي، لكن من جوه كان ليه تاريخ غريب. ناس كتير اشتكت قبل كده من أصوات في الممرات، من تصرفات غريبة ومن إحساس غير مريح. لكن البنت ما كانتش تعرف أي حاجة عنها. بالنسبة ليها الموضوع كان بسيط، فندق للنوم وخلاص. في أول يوم وصلت الفندق وسجلت دخولها، أخدت المفتاح وطلعت لأوضتها. كل حاجة كانت طبيعية. اتصلت بأهلها وطمنتهم إنها وصلت. خرجت تتمشى في المدينة، صورت أماكن سياحية، أهلا بكم في يوم كتبت الأول في شوية هذه المدينة ملاحظات في الرائعة. دفترها. كانت الليلة سعيدة سيبقى هناك ساحر. ومتحمسة. انظروا لكن أشعر بعد براحة يومين تامة بس هنا. بداية بدأت رحلة حاجة مثالية. غريبة تحصل. بعض نزلاء الفندق اشتكوا من تصرفاتها. قالوا إنها كانت بتتصرف بطريقة غير مفهومة، بتتكلم لوحدها أحياناً وبتتصرف بتوتر. إدارة الفندق افتكرت إنها بس متعبة أو متوترة من السفر، فنقلوها من غرفة مشتركة إلى غرفة Okay, thank لوحدها. قرار بسيط، لكن It يمكن seems a كان bit بداية dark. الكارثة. في يوم من الأيام خرجت من غرفتها. كاميرات المراقبة سجلت آخر لحظة ظهرت فيها. دخلت المصعد، وقفت في الركن وضغطت على زر الدور، لكن المصعد ما تحركش. وقفت لحظات وبعدين بدأت تتصرف بطريقة غريبة جدا. بصت يمين وبصت شمال كأنها شايفة حد مش موجود. قربت من باب المصعد وفتحت راسها بره، بصت في الممر ورجعت بسرعة. ضغطت على أزرار كتير مرة واحدة بشكل عشوائي، ثم وقفت ساكتة. لحظة صمت، أنا مش فاهمة. وبعدها أنت بدأت مين؟ تتحرك بإيديها في الهواء، أنت عايز مني حركات إيه؟ غريبة كأنها لا. بتتكلم مع لا. شخص مش ظاهر. المشهد أنا كله مش فاهمة. كان مرعب، أنت مش مين؟ لأنه فيه عنف، لكن لأنه أنت غير عايز مني مفهوم. إيه؟ بعد ثواني خرجت من المصعد ومشيت في الممر، ومن هل اللحظة هناك دي أحد؟ اختفت تماما. محدش شافها تاني. عدى يوم وبعدين يومين، أهلها حاولوا يتصلوا بيها لكن مفيش رد. قلقوا وبدأوا يسألوا عنها. إدارة الفندق قالت إنها ما رجعتش من يومين. الشرطة بدأت البحث، فتشوا الغرفة، ملقوش حاجة غريبة. كل متعلقاتها موجودة، الشنطة، الملابس، حتى جواز السفر. كأنها خرجت وما خططتش ترجع. بعد أيام قليلة بدأت مشكلة جديدة. نزلاء الفندق اشتكوا من حاجة غريبة. قالوا إن المية لونها متغير، طعمها غريب، وفيها ريحة مش طبيعية. في الأول افتكروا إنها مشكلة في المواسير، لكن الشكوى زادت وإدارة الفندق اضطرت تتحقق. في سطح المبنى كان في خزانات مية كبيرة، خزانات معدنية مرتفعة ومحدش بيطلع ليها بسهولة. أحد العمال طلع يتفقد الخزانات، فتح الغطا وبص جوه. في اللحظة دي اتجمد مكانه، لأنه شاف حاجة ما كانش يتخيلها. داخل خزان المية كان فيه جسد البنت اللي اختفت. الخبر انتشر بسرعة جدا والصدمة كانت قوية قوي. السؤال الأول كان بسيط: إزاي وصلت هناك؟ الخزان كان فوق السطح مقفول وفي باب عليه إنذار، ولو الباب اتفتح الإنذار لازم يشتغل، لكن مفيش أي إنذار اشتغل. السلم المؤدي للخزان
كان صعب جدا وارتفاعه كبير والغطا نفسه تقيل قوي. شخص واحد صعب يفتحه لوحده. التحقيق بدأ. الشرطة رجعت الكاميرات. آخر ظهور ليها كان في المصعد وبعدها اختفت. مفيش أي ده آخر تسجيل مكان اتشافت بيوضح فيه. إزاي وصلت للسطح. مفيش دليل وبعد على كده وجود شخص تاني. مفيش مفيش حاجة. آثار مقاومة. مفيش تفسير واضح. الأطباء الشرعيين فحصوا الجسد، ملقوش إصابات خطيرة ولا علامات اعتداء. لكن الغموض زاد لأن النتائج ما جاوبتش على السؤال الأهم: هل اللي حصل كان حادث ولا شيء تاني؟ الناس بدأت تتكلم. نظريات ظهرت. بعضهم قال إنها كانت في حالة نفسية سيئة، وبعضهم قال إن في شخص كان بيطاردها، وفي ناس تانية قالت إن الفندق نفسه ليه تاريخ مظلم. حوادث غريبة، قصص مرعبة، وأحداث غير مفهومة. لكن ولا نظرية قدرت تثبت الحقيقة. الفيديو بتاع المصعد انتشر على الإنترنت. ملايين الناس شافته. كل واحد حاول يفسر، كل واحد لاحظ تفصيلة. حد قال إنها كانت خايفة، حد قال إنها كانت بتختبئ، حد قال إنها كانت بتهرب من حد. لكن الحقيقة لسه مجهولة. أكتر حاجة مرعبة في القصة دي مش النهاية، لكن اللحظات اللي قبلها. لحظات الخوف، الارتباك، والتوتر. اللحظة اللي كانت فيها لوحدها في مكان كبير، مش عارفة إيه اللي بيحصل. القصة دي خلت ناس كتير تفكر: إزاي ممكن إنسان يختفي فجأة في مكان مليان كاميرات ومليان ناس، ومع ذلك محدش يعرف إيه اللي حصل؟ يمكن الحقيقة بسيطة ويمكن مخيفة جدا، لكن المؤكد إن في بعض الألغاز تفضل بدون إجابة، قصص تفضل مفتوحة، ونهايات تفضل غامضة. لحد النهاردة القضية دي لسه بتثير جدل. ناس بتبحث وناس بتحلل وناس بتحاول تفهم، لكن السؤال ما زال قائم: ماذا حدث في تلك الليلة؟ هل كانت حادثة؟ هل كان خوف؟ هل كان شخص آخر؟ ولا كان شيء أكبر من الفهم؟ يمكن إحنا مش محتاجين نعرف الإجابة، لأن أحياناً الغموض نفسه هو أكثر شيء مرعب.